نحنا يلي بقينا بالبلد منعرف شو يعني نكمل رغم الظروف القاسية. انقطعت قنينة الغاز اليوم وما في غاز بالبلد والكهرباء كمان مقطوعة بهالبرد، بس نحنا ما تعودنا نستنى الظروف تتحسن، تعودنا نتصرف رغم الظروف. وهيك بلش يومي بعاشر يوم رمضان، اخترت أكلة سهلة وسريعة وظريفة هيك بهالبرد وبتدفي وبنفس الوقت يعني خفيفة نظيفة ما بدها شغل كتير، لأن اليوم كتير تعبانة وبصراحة مالي خلق أبدا على فوتة المطبخ. فهيك والله سلقت الدجاج وقلت يلا خليني احطه على النار لبين ما افوت ارتاح لي شوي، بس قلت يلا كمان بنفس الوقت خليني احمس هالشعرية اختصر خطوات واذ تقطع معكن قنينة الغاز. وشو لأجل الحظ كمان تطفي الكهرباء ولسه باقي المغرب ساعتين ثلاثة يعني، وما بتوقع انه تجي الكهرباء قبل 4 5 ساعات، فوالله ما استسلمت ابدا، شغلت صوبية المازوت وكملت طبخ الرز عليها. وبعد ما تهدى الرز كمرته وخليته هيك على جنب كرمال يضل سخن، ونقلت طنجرة السلق الدجاج على الصوبيا لأنه كمان ما كان صار لغير 10 دقايق يا دوب غلت أول غلوة وقطعت الكهرباء. ولأجل الحظ ما أجت الكهرباء لبعد ما أذن المغرب وأفطرنا، يعني أنا كنت ناوية أكملها على الطباخ يعني على الكهرباء، بس بهالبرد مستحيل تجي الكهرباء. وهيك والله ضبيت هالغرفة وضبيت البيت بشكل عام يعني، وليفت الغاز وهيك يعني سكرته لأنه مو مبين لإمتى الغاز، بما أنه نحن هلأ بالبلاد عايشين بظروف كتير صعبة بالغاز وشكله مقطوع وما بنعرف لإمتى، فليفته وعملت له هيك تعزيلة مرتبة وسكرته لأجل غير مسمى. وبس هيك والله شوفوا طبختي وهي عم تتهدى على الصوبيا، ما في أطيب من هالأجواء والله العظيم، نحن السوريين تعودنا لو شو ما صار نقدر نكمل، وهيك سفرتي كانت جاهزة رغم كل الظروف الصعبة. ما في أطيب من لمة العيلة رغم كل هالظروف اللي نحن عم نعانيها. وهيك والله خلص نهاري اليوم ورتبت المطبخ هيك ترتيبة مرتبة، وبعد كل هالتعب بستاهل فنجان قهوة. صح كل شي بينقطع بس نحنا ما بننطفي. إذا عجبتكن أجوائي وروتيني لليوم لا تنسوا تشتركوا بالقناة ليوصلكن كل يوم فيديو جديد.